والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فجزى الله القائمين بتنظيم وإدارة هذه الدورة المباركة، وجزى الله الإخوة المشايخ الأفاضل المحاضرين في هذه الدورة، وفي مقدمتهم الشيخ الفاضل الدكتور عبد اللطيف وسائر الإخوة المشايخ وفقهم الله جميعا. وجزى الله جميع الإخوة الأعزاء من طلبة العلم المشاركين في هذه الدورة، كذلك المتابعين لها عبر وسائل الإعلام، جزاهم الله جميعا خيرا ووفقهم لمرضاته. أحبتي الكرام، كما هو معلوم لكم، فهذه الدورة المباركة مخصصة للرد على شبهات أهل الباطل، وهذه الدورة لها من الأهمية العظيمة، لأنها أتت في وقت كثرت فيه الآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة، وكثر المروجون لها عبر وسائل الإعلام، وقل المدافعون عن الدين الصحيح والمعتقد الحق. ومن هنا تظهر أهمية هذه الدورة المباركة في مثل هذا الوقت. لذا فنقول هذا العمل المبارك من أجل الأعمال التي يتقرب بها أهل العلم إلى ربهم تبارك وتعالى، بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجب الله تبارك وتعالى علينا القيام به. فأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويبارك في جهودهم ويتقبل منهم. أحبتي الكرام، وإنني بهذه المناسبة أتشرف بالمشاركة في هذه الدورة ولقاء هذه الوجوه الطيبة النيرة، وأنتهز الفرصة لأتحدث بإيجاز عن موضوع يأتي إلى جانب هذا الموضوع المطروح في هذه الدورة. فأغلب الكلام كما هو متوقع سيكون حول أهل الباطل وشبههم، لذا فسأتحدث إن شاء الله عمن ثبت على الدين الصحيح والمعتقد الحق، لماذا ثبت وبأي سبب ثبت. بعبارة أخرى، ما هي الأسباب التي أدت إلى سلامة أهل السنة والجماعة من شبهات أهل الباطل، فثبتوا على الدين الصحيح والمعتقد الحق. والذي يتأمل سيرة هذه الأمة من الرعيل الأول إلى يومنا هذا يجد أن فئاما من الناس انحرفوا وضلوا وزاغوا، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ثبت من ثبت وسلم من شبهات أهل الباطل، وهم كثيرون والحمد لله. كيف ثبتوا؟ بأسباب بعد توفيق الله تبارك وتعالى.
ثبتوا أولا بتوفيق من الله تبارك وتعالى،